المعروف ان في ناس كتير بتخاف من الموت. طب ليه تخاف؟ لانه بالنسبه لنا مجهول، واي مجهول بيخوف، دي طبيعه بشريه. لكن اللي اتعودت عليه وجربته قبل كده مش مفروض تخاف منه. علشان كده مش مفروض نخاف من الموت، لاننا مجربينه قبل كده ومتعودين عليه كمان. تعالوا نشوف رب العالمين ذكره في القرآن الكريم وقال عنه ايه. ذكر الموت ومشتقاته والفناء في 145 موضع في القرآن الكريم، وايضا ذكرت الحياة ومشتقاتها في 145 موضع في القرآن الكريم، وده من اعجاز الارقام في القرآن الكريم. لكن اكيد في حكمة لكده لازم نتدبرها، لان في القرآن الكريم رب العزة قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. يعني ايه؟ يعني الارض من يوم ما خلقها رب العالمين فيها الاتنين، الاحياء والاموات. يعني مثلا احنا عايشين اهو على الارض، ولكن في اموات تحت الارض دلوقتي زي الفراعنه، واللي مات قبل